بتبدأ الحكاية بمجموعة من الآليين اللي بيحتلوا كوكب الأرض، وفي الوقت ده بتظهر عيلة بتحارب الآليين دول وهم راكبين عربيتهم. وبنرجع وقتها بالزمن قبل 4 أيام من هجوم الآليين على الكوكب. وبتبدأ بنت اسمها كيتي تتكلم عن نفسها وعن عيلتها اللي اسمها عيلة ميتشل، وبتقول إنها كانت دايما بتحس إن هي مميزة ومختلفة، لكن زميلها في المدرسة ما كانوش قابلين الاختلاف ده وكانوا بيتريقوا عليها، وإنها ما كانتش عارفة تتأقلم مع أي حد حتى مع عيلتها، وإنها أخدت وقت كتير عشان يفهموا طبعها. وبتكمل كيتي كلامها وبتقول إن الوحيد اللي كان فعلا فاهمها هو أخوها الصغير اللي اسمه أرون، لكنه كان عنده اهتمامات غريبة زي حبه للديناصورات. أما والدها اللي اسمه ريك فعمره ما شاركها اهتماماته أبدا ودايما كان مشغول عنها. وبتكمل كيتي وبتقول إنها اشتغلت على نفسها كتير علشان تدخل أكاديمية الفنون اللي موجودة في لوس أنجلوس، وفي الوقت ده بيقرروا عيلة كيتي إن هم يحتفلوا بيها قبل ما تسافر الأكاديمية. وبيظهر وقتها إيرون وهو حزين جدا لأن أخته هتسافر وتسيبه لوحده، ولكن ساعتها بتقوله كيتي إنه أكيد هيقدر يكون صداقات جديدة ويمكن يلاقي حد مهووس بالديناصورات زيه. وبعدها بيرجع ريك من شغله وبيلاقي العيلة كلها وهم قاعدين على تليفوناتهم، فبيطلب منهم يسيبوا التليفونات ويستمتعوا بآخر ليلة الكيتي معاهم قبل ما تسافر. وبيطلب كمان من بنته كيتي إنها تبدأ تدور على خطة بديلة عشان لو فشلت في الأكاديمية. فبتتضايق كيتي جدا لأن والدها دايما بيحسسها إنها هتفشل. وفي الوقت ده بيقع اللابتوب بتاع كيتي على الأرض وبيتكسر، فبتزعل جدا وبتدخل أوضتها. وساعتها بتقول والدتها لوالدها ميتشل إنه غلطان لأنه دايما بيتجادل مع كيتي. وبعد شوية بيقعد ريك يتفرج على فيديوهات قديمة كان هو مسجلها ليه هو وبنته كيتي أيام ما كانت لسه صغيرة، واللي كانوا بيلعبوا فيها سوا، وبيتأثر بيها جدا. وتاني يوم بتتفاجئ كيتي بعيلتها اللي لغت تذكرة الطيران بتاعتها وقرروا انهم يوصلوها بالعربية. وفي الطريق بتفضل الام تتفرج على صور جيرانهم وبتقول لهم ان دي هي العيلة الكاملة المثالية لانهم دايما سعداء في حياتهم. وبتكمل كلامها وبتقول انها كانت بتتمنى ان هم يكونوا زيهم. وبتفضل كده طول الطريق تصور كل تفاصيل الرحلة، وبيحاول ريك خلال الرحلة انه يعمل حاجات تبهر كيتي لكنه بيفشل. وبتتفرج كيتي على إعلان لشركة بال اللي هي بتستخدم التطبيق بتاعها في كل حاجة في حياتها. ومن ناحية تانية بنشوف صاحب الشركة اللي اسمه مارك وهو بيعلن عن مساعد اسمه بالميكس كبديل للمساعدة القديمة، واللي بيكون عبارة عن إنسان آلي بيقدر يطيع أوامر الشخص في أي طلب. وبيوعد مارك إن الآليين الجدد دول عمرهم ما هيتحولوا لآلات شريرة، ولكن فجأة بيفقد مارك السيطرة على الآليين، وبنلاقي إنسان آلي منهم بيقول إنهم بقوا بياخدوا أوامر من شخص جديد. وساعتها بيقبضوا الآليين على مارك وبيبدأوا في السيطرة على كوكب الأرض. وبنروح بعدها لكيتو وعيلتها في مكان معين مخصص للديناصورات، وفي الوقت ده بيدخلوا جيرانهم عليهم، وبتظهر ساعتها ليندا وهي متضايقة جدا منهم، وخصوصا لما بتشوف صور رحلتهم اللي دايما بيكونوا مبسوطين، وفجأة بيضربوا الآليين المكان فبيهربوا الجيران. وساعتها بتحاول كيتي وعيلتها انهم يعملوا زيهم ولكنهم بيفشلوا، وبيمسك واحد من الآليين ميتشل وبيطير بيه بعيد، فبتحاول كيتي انها تنقذه وبتطلب من عيلتها انهم يستخبوا بسرعة. ومن ناحية تانية بيهاجموا الآليين كل مناطق العالم، وبتتحول شركة بيل لمقر ليهم. وساعتها بيكتشف مارك ان المساعدة القديمة بتاعته اللي بتكون عبارة عن تطبيق الكتروني هي السبب ورا كل حاجة. وبعد فترة بيكونوا الآليين قدروا انهم يقبضوا على كل البشر اللي في العالم ما عدا عيلة ميتشل. وفي الوقت ده بيقول ريك لعيلته ان هو عنده خطة، لكنهم عشان يقدروا ينفذوها لازم يتخلصوا من التليفونات اللي معاهم، وده علشان الآليين ما يقدرش يعملوا تتبع ليهم. وفي الوقت ده بتسمع كيتي 2 من الآليين وهما بيتكلموا مع بعض عن شفرة القتل اللي ممكن تقضي عليهم. وفجأة بتقع كيتي من فوق هي واخوها أرون، لكنهم بيقدروا يستخبوا بسرعة قبل ما الآليين يقبضوا عليهم. وساعتها بتكتشف كيتي ان الاتنين الآليين دول فيهم خطأ تقني، وفعلا بتشتغل كيتي على ده وبتقدر انها تتحكم فيهم وتديهم اوامر. ووقتها بتعرف منهم انها تقدر تدخل شفرة معينة تدمر عقل القائد بتاعهم، وده هيكون من خلال مركز التسوق اللي بيكون قريب منهم. وساعتها بتقرر كيتي انها تنقذ البشرية، وبتقرر العيلة كلها انها تروح مع كيتي عشان تساعدها. ولكن للأسف الآليين بيشوفوهم وهم راكبين العربية،
وبتحاول عيلة ميتشل محاولات كتير لحد ما بيقدروا فعلا في انهم يهربوا منهم ويستخبوا. ومن ناحية تانية بنشوف الآليين اللي بيحطوا البشر في كبسولات جوه صواريخ عشان يطلقوهم في الفضاء، وبيعملوا علم في الأرض بدون بشر. وفي الوقت ده بنشوف ماركو هو حزين جدا وبيقول ان كل اللي حصل ده كان غلطة. وبنشوف وقتها انسان آلي واللي بيروح يقول للقائدة بتاعته ان في عيلة كاملة حرة وطليقة وبيوريها الصور بتاعتهم واللي بيحدد موقعهم وبيعرف ان هم رايحين لمول تجاري. وفي الناحية التانية بتوصل كيتي وعيلتها للمول واللي بيكونوا منبهرين جدا ان هم الناس الوحيدة اللي في المكان. ولما بيدخلوا المول بتأمر كيتي الآليين انهم يعملوا تحديث للبرامج الخاصة بشركة بال وانهم يفعلوا الشفرة اللي هتقدر توقف ثورتهم بحيث يقدروا انهم يتحكموا في القيادة بتاعتهم. لكن وقتها بتتفاجئ آلة ميتشل لما بيلاقوا كل الأجهزة المنزلية اللي في المول بتتحرك ناحيتهم، وبتطلب القائدة من كيتي انها تديهم اللابتوب بتاعها. فبتكتشف كيتي وقتها ان اي جهاز عليه شعار شركة بيل بيتحرك، والشعار ده بيكون عبارة عن شريحة بتتحكم فيهم. وبتبدأ الاجهزة تهاجم كيتي وعيلتها عشان تاخد الجهاز منهم. وبتدخل كيتي وعيلتها لمنطقة الالعاب وبيكتشفوا ان الالعاب برضو تحولوا الاليين عشان يهاجموهم. وفجأة بتظهر قدامهم لعبة ضخمة وبتبدأ تهاجمهم، فبيجروا عيلة ميتشل بسرعة وبيحاولوا انهم يهربوا من قدامها. وبيقع واحد من الآليين اللي مع كيتي فبتنقذه ليندا قبل ما يتدمر. وساعتها بيقرر ريك انه يعمل مصيدة للعبة الضخمة باستخدام سلك النور زي ما كانوا بيعملوا مصيدة للحيوانات البرية زمان. وفعلا بيعملوا كده وبتنجح خطتهم. وبتروح ليندا وبتشكر الآليين لأن الخطة دي نجحت بسببهم. ولكن فجأة بيفصل الإنترنت وبيقف التحميل عند 98%، وكيتي بتحس إنها فشلت في مهمتها. وساعتها بيقرر ريك إنه يروح بيهم المقر بتاع الشركة اللي بتكون القيادة بتاعتهم موجودة فيه، وده عشان يفعلوا الشفرة من هناك. وبيروح ريك لكيتي وبيقول لها إنها ما فشلتش، وده لأنها قدرت توصلهم لحد هنا، وإن هو واثق في قدرات كل فرد في عيلته وعارف إن هما يقدروا ينجحوا. وفي الناحية التانية بيروح الإنسان الآلي وبيسأل ليندا عن سبب إنقاذها ليه، فبتقوله إنها أنقذته لأنه دلوقتي بقى جزء من العيلة، فبيتأثر الإنسان الآلي من كلام ليندا. وبتتحرك كيتي وعيلتها لمقر الشركة. ومن ناحية تانية بتتضايق القائدة من عيلة ميتشل وبتقرر إنها تستخدم الآليين اللي صنعتهم مخصوص للحرب وتأمرهم بالقضاء على عيلة ميتشل. وبنرجع تاني لكيتي وعيلتها وهم ماشيين بالعربية، وبيشوف الصواريخ بتتجهز عشان تطلع الفضاء، وبيتكلموا عن الخطة اللي هيعملوها عشان يوصلوا للقائدة. وبيقرروا انهم يخطفوا مجموعة من الآليين، وعشان كده تخافوا في شكل الآليين دول عشان يعرفوا يوصلوا للقائدة من غير ما حد يكتشف. وفعلا بينجحوا في الدخول للشركة، لكنهم وقتها بيسمعوا القائدة وهي بتدي أوامر بالبحث عن أي روبوت بيتصرف بطريقة غريبة، لأنه أكيد هيكون فرد من عيلة ميتشل ومتخفي. فبتتراقب العيلة كلها لما بتسمع كلام القائدة، وخصوصا لما بيشوفوا إنسان آلي وهو بيتدمر قدامهم لما الحراس شكوا فيه. وبتقدر القيادة توصل لعيلة ميتشل وبتبدأ تغير في أداة الآليين اللي مع كيتي واللي بيدمروا الكارت اللي فيه الشفرة. ووقتها بتحاول كيتي وأخوها أرون إنهم يهربوا من الآليين اللي بيدوروا عليهم، وبيقعد أرون خايف جدا وبيعيط. فبتهدي كيتي وبتطلب منه إن هو يمسك كاميرا الفيديو بتاعتها ويحتفظ بيها. ولكن أرون بيفتحها، وساعتها بيشوفوا هما الاتنين فيديو قديم لريك وهو بيودع البيت اللي كانوا عايشين فيه في الغابة، واللي بيكون حزين جدا عليه لأنه كان بيت أحلامه، ولكنه بيكون مضطر انه يعمل كده عشان خاطر بنته كيتي. وبيقعد بعدها يلعب كيتي اللي كانت لسه طفلة صغيرة، ووقتها بتتأثر كيتي بالفيديو ده وبتقرر انها تصلح اللي حصل. وفي الوقت ده بنشوف القائدة بعد ما حبست ريك في الكبسولة اللي فيها مارك، واللي بيكون قاعد يتفرج على فيديوهات خزان كرتون على اليوتيوب. وساعتها بيقول لريك ان الفيديوهات دي بتعجبه جدا وبتسعده وقت ما بيكون حزين، وبتسعدني انا كمان لما حد بيتفرج عليها. ومن ناحية تانية بتظهر كيتي وهي سايقة العربية بتاعتهم، ولكن بيطلب من جنودها الآليين ان هم يوقفوها. وساعتها بتربط كيتي الكلب بتاعها قدام العربية عشان تشوش بيه على عقل الآليين، واللي لما بيشوفوه بيفكروا ايه الكائن ده لحد ما عقلهم بيقف. ولما بيشوف ريك الموقف بيقرر ان هو هيساعد بنته بعد ما شاف ان في آليين كتير هتهجم عليها، وبيطلب من مارك ان هو يساعده. وفعلا بيهرب ريك من الكبسولة وبيروح لزوجته ليندا، وده علشان يخرجها من الكبسولة بتاعتها علشان تقدر تساعده وان هو يدخل على اليوتيوب ويعمل اشتراك لقناة خزان كرتون.
ولكن وقتها بيقع جوه أوضة فيها شاشة كبيرة، وللأسف بيوصل الآليين لليندا، وساعتها بيحاول ريك إنه يدور على فيديو كيتي اللي فيه الكلب، وفي نفس الوقت ده بتحاول كيتي إنها توصل لأعلى قمة في الصاروخ عشان تقضي على القائدة. ولما بتشوف ليندا ابنها قارون وهو محبوس جوه كبسولة بتتضايق جدا وبتهجم على الآليين اللي ماسكينها وبتدمرهم. وفي الأوضة اللي فيها ريك بيدخلوا الآليين عشان يقبضوا عليه قبل ما يشغل الفيديو، وبتقدر القائدة إنها تقبض على كيتي هي كمان، وبتقول لها إنها عاوزة سبب واحد مقنع إنها تكون عايزة تنقذ البشرية عشانه. وبتكمل كلامها وبتقول لها إن العلاقات بين البشر صعبة جدا، وبتقول لها إن أوقات ممكن تكون مضطرة تعمل حاجات مش حباها، لكن ده بيكون في سبيل إنها تحافظ على صداقة الناس اللي بيحبوها. وفجأة بيشتغل فيديو كيتي على كل الشاشات، وبيظهر وقتها ريك وبينقذ بنته كيتي. لكن للأسف الآليين الجدد ما كانوش بيتأثروا بالفيديو، بس وقتها بتنجح كيتي في الوصول للقائدة وبترميها من فوق المبنى، وبتقع القائدة في المية وبتموت. وفعلا بتنجح عائلة ميتشل في إنقاذ البشرية، وبيرجعوا جيرانهم من الكبسولات وبيشكروهم لأنهم أنقذوا العالم. وبيروح أرون لبنت جيرانهم، واللي بيطلع إن عندها هي كمان اهتمامات بالديناصورات، وبيتفقوا إنهم يخرجوا سوا. وبعدها بتروح كيتي للأكاديمية بتاعتها وبتودع عيلتها، ووقتها بتفهم كده إنهم مميزين زي ما هم بدون تغيير. وأخيرا بتكتشف كيتي حب والدها ليها وبتفهم قيمة عيلتها، وده بعد ما قدروا كلهم يشتركوا في القناة بتاعتنا عشان ينقذوا العالم من الخطر وينقذونا احنا كمان من الإفلاس. الفيديو ده سجله محمد خالد اللي هو أنا يعني، واللي كتب السكريبت ومنتجه بشوي جرجس. ولغاية هنا يا صديقي بنكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. سلام.